ماهوش جيل ذهبي، منتخب متوسط حسب رايي. اللي عملوا الفرق جريزمان بايت في بدايه الدوره وجريزمان في نهايه الدوره مع بول بوجبا، هذه اللي تحدث الفارق. هذم المنتخبات اللي تحدث الفارق. انا في رايي ان منتخب فرنسا واللعيبه اللي عنده لو كانوا فازوا بالبطوله دي كانوا ساعتها هي دي الخطوه اللي هتخليهم لعيبه كبار. ممكن بعدين مش يطلعوا الليفل اخر، يمشيوا الستاندينج ثاني زي بالظبط يا كابتن، زي بالظبط زي 98 يعني هم في المرحله دلوقتي انا واقف ان هم لو فازوا بالبطوله خلاص هيبقوا نجوم كبار. زي يحتاج كثير من العمل يعني. إفرا وسانيا خلاص الاثنين خلص، يعني يحتاج أظهر على مستوى عالي جدا. يعني عندهم السرعة، عندهم المشاركة الهجومية. هو أكيد منتخب 98 كان متكامل بشكل أكبر، يعني ترام وليزارازو وإيمانويل بيتي أنت قلت حاجة مهمة من الأول. قبل البطولة 98 ما كانش مرشح، فريق ولد وقت البطولة، فريق ولد أصبح منتخب كبير بعد البطولة. برافو عليك. لأنه لم يتأهل لأنه في 94. ذهب جينولا، ذهب كونتونا، ذهب